يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان، اليوم عندنا فحص خلية على نظام أبو سلمان. خلية ملكتها عذراء بنت السنة، يعني تلقحت السنة مع هاي الطرود اللي طلعت، تلقحت ونريد نشوفها نفحصها. تقريبا قبل أسبوع نزلناها. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على اخوان، بالنسبه لنظام وصل تعرفون الطائرات تصير بالعرض مو بالطول، والفتحه السروح اذا انت مقابل الصندوق او الخليه ولا تصير بظهره تكون على ايدك اليسرى. هذا نظام ابو سلمان، نظام الطبيعه. يا الله. والفحص يكون يبدي من الاطار الاول، يعني يبدي من الاخير. اذا صرت بظهر الخليه ما تفحص من الصفحه من هاي الجهه اليسرى او من اليمنى، لا، من ظهر الخليه. هذا عسل وحبوب لقاح وبيوض قليله، يعني الملكه حاصراتها بالنسبه للنحل حاصرها من هاي الجهه، والجهه الثانيه عسل من الاطار الاول. وهاي الملكه، هاي بنت السنه تلقحت، هاي الجوائد هاي. والنحل هذا على نظام ابو سلمان، نظام طبيعي. شفتوا لا بدخان يا الله. الاطار الثاني حضنه مغلقه وحضنه مفتوحه، يعني يرقات بعد صغار وبيض من هاي الجهه. والجهه الثانيه ايضا حضنه مفتوحه وبيض. الاطار الثالث يا الله، حضنه مغلقه وحبوب لقاح وعسل، والنحل بدا يختم بالعسل. من الاعلى بدا يختم بالعسل. الجهه الثانيه ايضا نفس الشيء، حضنه مغلقه والنحل عفو بدا يختم من فوق، بدا يختم بالعسل. هذا الاطار الثالث. الاطار الرابع ايضا حضنه مغلقه وعسل مختوم. بدا النحل بدا يختم حاليا، هاي من الاعلى بدا يختم، من الاعلى بدا يختم. ومن هاي الجهه الثانيه ايضا بدايه ختم العسل والحضنه، يعني تقريبا النحل بدا يحصر الملكه، يعني بدا يزاوتها على الحضنه. فهاي تحتاج نزلها اساسات، نزلها اساس او ننزلها نخروب. واحنا بالنسبه لنظام ابو سلمان ما ننزل نخروب. الافضل للملكه والافضل للنحل تنزل له اساس.